الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي والترفيهي. ان شاء الله بنجهز يبقى لينا برنامج خاص بالتأهيل وتوعية الشخص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، عبارة عن تأهيل الكورسات في جميع المجالات، اللغات، التسويق الإلكتروني، التنمية البشرية، الكمبيوتر. إن شاء الله بإذن الله كمان نحاول إن احنا نعمل فرصة عمل لكل ذوي إعاقة من خلال علاقاتنا مع الشركات والمؤسسات. بنحاول كمان ان احنا بنخاطب المسؤولين في البلد والدوله. قابلنا قيادات المجلس الاعلى للجيش، قدمنا طلبات ذوي الاعاقه، قدمنا كمان مذكره حقوقيه لجنه الوقاف الوطني. ان شاء الله اللجنه اللي هي بتقدم اقتراحات للدستور الجديد. ان شاء الله هيبقى في ماده في الدستور تنص على ضمان حقوق ذوي الاعاقه. وان شاء الله بالنسبه للاتفاقيه الدوليه برضو، الاتفاقيه الدوليه ان شاء الله ستنفذ بعد استقرار البلاد مع القانون الجديد لذوي الاعاقه الذي يرد عليه مجلس الشعب. ده بالنسبه لفكره حقوق او مطالب ذوي الاعاقه في الفتره الحاليه. ده بجانب ان احنا بنحاول نعمل حمله او زي يعني ضغط شعبي على مؤسسات الدوله من خلال فكره واحده، وهي المجلس الاعلى للمعاقين او المجلس القومي للمعاقين. ايا كان المسمى، هو انشاء مجلس قومي للمعاقين يكون من المعاقين انفسهم بانفسهم. ده كمان في فكره اتحاد، ان هو ان احنا ازاي نتحد اشخاص ذوي الاعاقه من جميع محافظات مصر عشان نشتغل كلنا بايد واحده، عشان قضيتنا واحده، ان احنا نجمع الاهداف، نجمع الايد الكتير اللي بتشتغل في كل واحد في محافظته. وده من اول هدف لينا كان اول هدف لينا في 7 مليون، ان احنا بنتكلم عن 7 مليون عن المعاقين عامه، ايا كان اعاقته، ايا كان هو فين. فدلوقتي بالنسبه للمحافظات، ده ان شاء الله برضه بيحصل تواصل بيننا وبين المحافظات. ان شاء الله هيبقى فيه مؤتمر صحفي كبير يعلن فيه المجلس القومي للمعاقين، يعلن فيه اتحاد الاشخاص ذوي الاعاقه. ده باذن الله برضه، وهندعيكم كلكم تحضروا معانا ان شاء الله يوم 29/7 ان شاء الله 29/7 فين؟ ان شاء الله في ماشي. ان شاء الله ندعوكم يوم 29/7 تحضروا معانا المؤتمر العام لمعاقين مصر، مركز شباب الجزيره. الساعه كام؟ الايفنت هيبقى على الفيسبوك. بالنسبه لموضوع الندوه، هي ندوه الاعلام وقضايا ذوي الاعاقه. احنا كاعضاء جمعيه 7 مليون لما فكرنا في موضوع نعمل يعني نشتغل فيه في الجانب التوعوي او اللجنه الثقافيه بتاعت الجمعيه، فكرنا ان احنا موضوع هام جدا وهو الاعلام. الاعلام معظم الاعلام اللي بيقابل المعاقين او البرامج اللي بتستضيف الاعاقه، هي مش بتستضيف الاعاقه عشان تحل قضيه او انها مؤمنه بقضيه، اكتر ما هي بتستخدم المعاق كاداه لسوء اعلامي، اداه ان هم يعملوا زي بروباجندا، ان هم القناه دي عملت صف صحفي واستضافت المعاق الفلاني او ان هم يعني معظم البرامج اعلام او المعاق هو بينتهي فيها مجرد ان الهوا يقف، انما ما فيش اي اتصال بين الاعلام وبين المعاق بعد كده. احنا فكرنا في قضيه الاعاقه من اهم عامل فيها لتوصيل لحلها هو الاعلام، بس بالعكس هنا الاعلام بيستخدمها بالجانب الشو او الجانب المظهر. احنا بننادي الاعلام بمختلف وسائله ان هو يستخدم قضايا ذوي الاعاقه، ان هو يكون مع الشخص المعاق نفسه اداه الضغط الاعلامي على المجتمع وعلى المؤسسات والمسؤولين، ان هم يحلوا القضايا دي، ان هم يكونوا مع المعاق. تابع اعمل ضغط اعلامي، اعمل حمله اعلانيه مثلا لمشروع زي مشروع التعليم 5%. نادي الوزارات، كاتب الوزارات، روح للمعاقين واعمل لهم ابحاث واتكلم عن مشاكلهم واعرضها للمسؤول عن وزاره القوى العامه، قول له انا عندي كذا وكذا، وساعد المعاق في حل المشكله، مش مجرد برنامج ومش مجرد مقاله صحفيه. المعاق مش عايز برنامج ومش عايز مقاله، المعاق عايز حقه. الحق ده عشان يحصل دلوقتي احنا عندنا وعي،
مش هندي الفرصه لاي حد ان هو يستغل المعاق زي ما حصل قبل كده. احنا بنقول لا للاستغلال فعلا. المعاق دلوقتي هو اللي هيفرض على المجتمع وعلى الاعلام وعلى المسؤولين وعلى الرؤساء وعلى الاحزاب ان هم يهتموا بينا. هم اللي هيجولنا دلوقتي. النظره السلبيه او نظره التهميش او التغييب اختلف. هم اللي هيجولنا زي ما بيجولنا دلوقتي. هم اللي هيقولوا لنا احنا برنامجنا كذا، هنعمل لكم كذا وكذا. انا بدعي من هنا كل معاق يبقى عنده الوعي الكامل ان معظم الاتجاهات السياسيه والرؤساء المرشحين بيستخدموا الاعاقه كمطمع. اي حد عايز يكسب تأييد اكتر من 7 مليون معاق بيقول ان انا ههتم بالمعاقين. بدعي كل معاق يكون عنده الوعي الكامل في الترشيح او ترشيح ان هو انتخاب المرشحين، يكون عنده الوعي قبل ما تدي صوتك لحزب، قبل ما تدي صوتك لرئيس جمهوريه اساله آلية تنفيذك ايه، اعرف برنامجه ايه، انت هتعمل ايه، الجدولة الزمنية بتاعت البرنامج. لازم يعرف ان انت مشارك في المجتمع وان هو مش هيستخدم لك كآلات. احنا من هنا بنقول المعاق هو شريك في المجتمع، ليس عبء، شريك في جميع الجوانب. احنا من هنا لينا حق ان احنا نصوت، لينا حق ان احنا نرشح، لينا حق ان احنا نختار مين المرشح. هم اللي يجولنا. انا يعني بدري وبأكد على الدعوة دي. احنا كمعاقين مش مع اي حزب سياسي. الاعاقة ملهاش اي دعوة بالسياسة. الاعاقة ده اتجاه حقوقي. انا هشارك في السياسة عشان انا مواطنة مش عشان انا معاقة. انا من هنا بأكد وبشكركم جميعا، ويا رب تكون الندوة يعني راقد قبولكم، وبشكركم جميعا.